السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل متتبعي الكرام من جديد في قناة حلويات أم معاد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر لكم جديد صابلي بريستيج، كيجي روعة في المنظر وحتى في المذاق. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتتبعوه إن شاء الله من الأول حتى الآخر، وفرجة ممتعة. هنا خرجت صابلي من الفران وفيت لي خدمته معاكم. حضرت جوج ديال الاشكال شكل ورقه، وهذا هو المرشم ديالو، والشكل الثاني شكل وريضه بنفس المرشم. صافي، وغادي ندوز باش غادي نعمر لي مولتيف ديال كل شكل بالشكلاط الابيض والاسود اللي دوبتهم في حمام مريم من قبل. وكالعاده غادي نحطهم في المجمد من 5 حتى ل 10 دقائق حتى يجمدوا، وغادي نزين بهم صابلي من بعد ونتلاقاو ان شاء الله. صافي، هنا من جمد الشكلاط كيخرج على هذا الشكل، وغادي نلصق الشكل ديال الورقه بالخليط ديال الجليكوز والروح ديال الشكلاط. صافي، غادي نحط شويه ديال الخليط فوق الصابلي، وغادي نلصق الورقه ديال الشكلاط الاسود بهذا الشكل هذا، وغادي ندهن الجوانب بالجليكوز. صافي، وغادي نمررها في الخليط ديال صابلي كونكاسي، كيتباع جاهز عند اللي كيبيع لوازم ديال الحلويات. كيجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، يعني التناسق ديال الالوان كيلعب دور كبير في الزينه ديال لي صابلي كاملين. صافي، وبنفس الطريقه غادي نخدموا حتى نكملوا كاع الحبات ديال صابلي. هاد كونكاسي ديال صابلي ما تنساوش تحمصوه واحد شويه باش تحيدوا منه الرطوبه. صافي، ودابا غادي نزين الشكل الثاني على شكل ورده. غادي ندهن الوجه ديال صابلي بالخليط ديال الجليكوز وشويه ديال الروح ديال الحامض، وغادي نحط عليها الشكلاط بهذا الشكل هذا. ودائما ما نكتروش من الخليط باش ما يخرجش لينا على برا،
صافي. ومن بعد غادي ندوزو للتزيين النهائي. هنا عندي عجينه الشوكولاته البيضاء، لونتها بالاصفر والبرتقالي، وعندي هنايا غادي نحتاج سيليكون على هذا الشكل، فيه وريده صغيره. صافي غادي ناخذ شويه من العجينه ديال الشوكولاته اللون البرتقالي وغادي نكورها، وغادي نحطها في الوسط ديال الورده ديال السيليكون، وغادي نضغط عليها مزيان كما كتشوفوا. كما شفتوا خرجت لي على هذا الشكل، وغادي نزين بها صابلي في الوسط. وبنفس الطريقه غادي نخدم كاع لي صابلي اللي عندي. وهنا كما كتشوفوا حضرت الورده الصفراء باش ما يتخلطوش ليا اللوان في السيليكون. صافي وغادي نكمل بنفس الطريقه حتى النهايه، ومن بعد غادي ندوزو للصحن التقديم. وهذا هو الشكل النهائي للصابلي بريستيج. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، وما تنساوش تضغطوا على الاشتراك والاعجاب وحتى على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي ان شاء الله. وشكرا بزاف على المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد، ودمتم في رعايه الله وحفظه.